تاني بتقول له السلام ايه؟ عليكم ورحمة الله لا، وبركاته. حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 36 دول كبار، الاثنين دول كبار. بانتهاء ماتش الأهلي والزمالك، أنا بس في نقاط سريعة. زي ما قلنا فيديوهات كتيرة، إن الزمالك واقع وده بإرادة مرتضى منصور. بس اللي هو مرتضى منصور هيطلع علينا أول حاجة هيقول لك السحر، عشان الكورتين اللي في العارضة لازم هيذكر السحر. ده إيه؟ ده أساسي، هيذكر السحر. الكورتين اللي في العارضة دول اللي في القائم لازم هيذكر السحر، هيذكر الحكم، هيذكر يقول لك محمد هاني كان لازم يطرد، والزملكاويه كلهم هيبخوا في الحته ديت. محمد هاني كان لازم يطرد وداس على السيسي بقصده ومش عارف، والحكم وهينتقدوا الحكم. انا بقول لك دلوقتي الماتش خلصان اهو، انا بس بقول لك ايه اللي هيحصل. حلو. انا هو بس السؤال لكابتن مدحت شلبي، هو حضرتك يعني زملكاوي ولا مثلا دي مثلا القناه بتاعت حضرتك، احنا في قناتنا بس او يعني هي اون تايم مثلا دي مدحت شلبي الزمالك، وواحد تاني بيذيع على قناه تانيه الاهلي، قاعد انت في كل ما تيجي للزمالك كوره ويلا ويلا ومش عارف يلا يا سيدي، وقاعد يديهم يلعبوا ازاي. معلق زملكاوي لو واحد ما بيفهمش او ما يعرفش مين اهلي والزمالك وقاعد بيسمع اللي انت بتروه ده وبتهري فيه وبتهوهو فيه، هيقول لك ده طبعا زملكاوي، ده مش محايد، ده اساسي زملكاوي مش محايد. فدي برضو نقطه. ده يا راجل تنتقد جمهور الاهلي ومش الجمهور، انت مالك انت بالجمهور؟ ما تذيع الماتش، ما تذيع، ما ده قاعد بيحط التشكيل والماتش شغال، اللعيبه بتبصي وده قاعد بيقول لك كان المفروض ده يلعب هنا وده يلعب هنا، طول الماتش عرفنا ان ده لازم يلعب هنا وده لازم يعمل هنا. المدير الفني اللي جواه اللي مش قادر ينساه من ايام نادي الشمس، كان بيدرب نادي الشمس، قاعد بيفتي وهريره. يعني بطل تعليق لو سمحت، اقعد اعمل برامج هوا وممكن نغير القناه، بس بطل تعليق، مش عايزين نسمع الناس دي يا جماعه، خلاص قرفنا. مبروك للاهلي 4-1 بالرأفه. كان ممكن كتير، مش الستة بقى، لا كان ممكن يبقى 7 كمان، بس الحمد لله طبعا فرحانين وسطلانة خالص، والف مبروك. وعايزين بقى الناس تفرح والفتنة تهدى، وامام عاشور جاي والصفقات كتير والفيديوهات هتكتر والحرقان هيزيد والمراهم هتكتر في الاسواق عشان هتتباع والناس هتعمل منها فلوس. وشارك الفيديو والشير، ولو ما اشتركتش بالقناة اشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.